لما بتشتري كده بيتزا من بره بتلاقي فيها البتاع دي عامله زي الكرسي كده علشان تحملك الوش البيتزا ما يجيش على الكرتونه يعني. تمام. فانا هستفاد منه في ايه؟ يعني هتجيبي لزق دبل فيس او اللزق العادي. انا حبيت اعمله معاكي باللزق العادي علشان لو مش متوفر معاكي دبل فيس تعمليها بالفكره دي. هتجيبي اللزق العادي وتفكيه لجوه، تمام، مش لبره. يعني انا عايزه اللزق لبره. هتلفيه كده حته، وبعد كده هقطعها بالمقص زي ما هتشوفي، وهجيب بقى الحته اللي انا عملتها دي. اهم حاجه زي ما قلت لكم الاستك اللي هو اللزق يعني لازم يكون من بره. يعني انتي هتلفي كده لجوه زي مستطيل كده اهي زي ما انت شايفاها، وهلزقه كده على الكرسي ده. هستفيد بقى ايه منه؟ هتروحي بقى على باب الشقه وهتلزقيه عليها بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي اهو. أنا رحت عند باب الشقه ولزقت عليه كده الآلة دي، وخليت اهي السن اللي فيها دي لبره. هلزق بقى، هحط عليها هلزقها بقى كويس كده، وبعد كده هجيب المفاتيح هحطها كده عليها. انت كده عملتي علقه ورا باب شقتك، شكلها مش وحش خالص، شكلها ظريف جدا. وبدل ما ترمي المفاتيح على الترابيزه او على اي حاجه عندك، حطيها علقه ورا باب شقتك، حلوه جدا. اعتمديها عندك وجربيها، على فكره متينه جدا وما بتقعش. جربي عليها الفكره دي وهتعجبك جدا.